ما لم نقول للتوانسه بصدق وبصراحه، صراحتي اللي يعرفوها، ما لم تستطع حركه النهضه ان والترويكا تعملوا روابط حمايه الثوره يعملوه مباشره، الان يصنع بتخطيط منهم وبايادي جزء من معناها هذه المعطيات جديده سي منظر بالحاجه على ان فما اطراف من خارج يعني المنتمين الى حزب نداء تونس هي اللي تثبت في الفوضى نتاع البارح، والنجم بعد التحليل يعني نجم يكونوا متسبين حتى في بدايه الخلافات اللي كانت صايره داخل نداء تونس. لا هو تفضل نقولها بشويه ابتسامه. ضربونا ما فات. شكون هما بالله؟ شكون يرجع؟ هذا اساسا ودي رابط حمايه الثوره والمجاميع هذيك واللي ولات حرك شعب المواطنين وشعب الدرس. باسونا ما فات، ضربونا ما فات، اتحملونا ما فات. الان رجعنا لصيغه اخرى من مسلسل التدمير وهي عندها 3 اشهر يا استاذ، دائما حكايه مش اليوم. البارح بلغت ذروتها، بمعنى الحدود المقبولة في الصراع السياسي. كل دولة فيها صراعات سياسية وماناش احنا باش نقول والاحزاب الكل فيها خلافات نعم. وما ثم حتى مشكل في هذا، وتجاوزنا لحد الان كل الخلافات في بلاد تونس. لكن الموضوع نتاع البارح مش موضوع عادي، هو حدث جلل ان يستعمل العنف لمنع الهيئة التي هي الهيئة العليا، سلطة القرار العليا في الحزب، من الاجتماع. هذا موضوع ثاني. الموضوع قاعد يتقدم الان انه خلاف في نداء تونس. لا، منعت الهيئة، هي هيئة القرار العليا اللي هي المكتب التنفيذي، من الاجتماع. هذا شحال وتواصل الاجتماع طبعا كما قلت لكم في مكان اخر في نفس المدينه، مدينه الحمامات، واصدر عليه البيان نتاع المكتب التنفيذي اللي اصدر للراي العام، وبيان والرساله المفتوحه من النواب الى سداد رئيس الجمهوريه. لا، ثم شيء جديد. بعدنا على موضوع في بالي ثم موضوع الميليشيا والعصي والهروات والدبابز والسلاسل، هذايا موضوع راهو جربوه ناس قبلنا.